تشيشت هاي. انا يعتبر فين؟ انا يعتبر في قرية وصل ترام رقم 12. اهلا بيكم في مدينة بوزنان. مدينة هادية بس مليانة تفاصيل حلوة، من شوارع قديمة ليها تاريخ لأماكن عصرية وحياة يومية بسيطة حسسك إنك واحد من أهل البلد. النهاردة أنا مش جاي أعمل دعاية ولا فلوج سياحي تقيل، أنا جاي أتمشى معاكم وأشوف الناس عايشة إزاي وتشوفوا معايا الناس عايشة إزاي ونكتشف مدينة بوزنان سوا. فلو أول مرة تشوفني شد الكرسي وتعالى نتمشى سوا. رسميا يا شباب بدأنا موسم الشتاء، وزي ما انتوا شايفين كده كل حاجة بقت أبيض في أبيض. دي المنطقة اللي أنا عايش فيها ودي شكل البيوت. أنا يعتبر عايش في قرية وده منظر القرى هنا زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا سبحان الله. طبعا زي ما التلج ليه مميزات وسبحان الله مدي شكل حلو وكل حاجة بقت أبيض في أبيض، يعني صباح الآيس. تيجي تبص بقى تلاقي العربيات زي ما انتوا شايفين كده كلها بقت تلج، والبيوت حواليها بقت تلج. لازم التلج يتشال من قدام البيوت علشان حسب القانون البولندي لو وقعت قدام اي بيت او اتزحلقت بسبب التلج فدي بتوصل لغرامة كبيرة قوي. طبعا حسب القانون البولندي والايطالي والالماني اوروبا عموما يعني. فلازم يا شباب اول ما بيصحوا من النوم يشيلوا التلج من على العربيات عشان فيها غرامة كبيرة قوي. فانا دلوقتي يا اخواتي في الطريق رايح المدينة، فهوريكم انا بتحرك ازاي، بتحرك فين، الاتوبيس شكله عامل ازاي من جوه، المواصلات عامله ازاي من جوه، المواصلات العامه. هوريكم المدينه اللي انا عايش فيها عامله ازاي، فيها ايه. اكيد مش هعرف اوريها لكم كلها بس هوريكم اهم الاماكن فيها يعني. دلوقتي دي اراضي، طبعا في الصيف الاراضي دي بتدي منظر تحفه، بتلاقوا بقى ايه ازهار وخضره وكل حاجه شكلها حلو. ده اول شتاء ليا في اوروبا فانا بصراحه مستمتع بالاجواء، ولكن العرب بس هم اللي بيستمتعوا بالاجواء دي، لكن الاوروبيين ما بيستمتعوش خالص بالاجواء دي ولا بيحبوها ولا بيحبوا الشتاء، هم بيحبوا الصيف. فتلاقيهم بينزلوا مصر او دولنا العربيه يستمتعوا بالاجواء بتاعه الصيف، واحنا بنيجي هنا عشان نستمتع بالتلج. احنا بنحب التلج دايما، هم ما بيحبوش التلج خالص لان فعلا بيعطلهم، وسواقه في التلج مش سهله خالص يا جدعان، ولا المشي. انت ماشي ممكن تتزحلق في اي وقت. فعلا في حاجه اسمها بلاك ايس بيتكون من الندى مع الماينس، اللي هو درجه الحراره بتبقى ماينس، فالندى بينزل على الاسفلت فتحس ان انت ماشي على لوح ازاز، فتبقى انت ماشي انت ونصيبك. حتى العربيات ما بتعرفش تتحكم فيها. تشيشت هاي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اطفال شكلهم حلو. هاي الله منظر حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه بجد مبسوطين. شارد 4 اطفال بعجله وبيتزحلقوا. الارض اللي انتم شايفينها بيضه دي اصلا ارض طينيه، بس لما التلج نزل عليها اتحولت زي ما انتم شايفين لايس كده. فلا ما شاء الله وسبحان الله بجد يعني. طبعا قربت اوصل لمحطه الاتوبيس. الاتوبيس هنا يا جماعه بيمشي بمواعيد، يعني لازم تيجي للاتوبيس في الميعاد لانه بيقف بالظبط دقيقه او اقل من دقيقه يركب ويمشي على طول، وبيجي في محطه معينه هوريها لكم دلوقتي. انا دلوقتي رايح عايز اوريكم حاجه غريبه قوي يا جماعه. هنا اكتشفت ان هنا العربيات بتبقى قايده الفوانيس بالنهار، ولو انت طفيها بتدفع غرامه. زي ما انتم شايفين كده كله بيبقى قايد الفوانيس. لما انا جيت اسوق هنا اول مره الناس بقت تعمل لي اشاره بالفانوس، اللي هو اشاره كده اللي هو ايد الفانوس، فاستغربت وبقيت ابص على العربيات ليه الفوانيس كلها قايده، لحد ما عرفت ان هنا دايما لازم تكون مشغل الفوانيس، ولو طفيتها وظابط المرور مسكك تدفع غرامه حلوه قوي برضو. القوانين هنا يا جماعه ما بيهزروش، بامانه ما بيهزروش فعلا فعلا. ما عندهمش بالحب، ما عندهمش يعني قانون فوق الكل. خصوصا بقى لو انت بصوا دلوقتي انا هعدي الطريق
يا نهار ابيض، قانون ما بيهزرش. فانت لو ما التزمتش بالقانون مفيش رحمه، هياخدوا منك فلوس، يعني هياخدوا منك فلوس. فهنا لو حد ما التزمش بالقانون او هو نسي او ايا كان ايه اللي حصل، ودخل عليه الضابط بتاع المرور وقال له انت غلطان هتدفع كذا، بيدفع في صمت، ما بيجادلش، ما بيلوكش، ما بيدخلش في جدال مع الضابط، على طول بيدفع عشان هو عارف انه غلطان، وما بيجادلش مع الضابط كتير، ولانه كده كده هيدفع، فبالاحترام بيدفع والموضوع بيعدي وخلاص. بس هنا فعلا الغرامات يا جماعه كتير، يعني ممكن تبقى بتبدا من 150 زلوتي مثلا. وزي ما قلت لكم قبل كده يا اخواتي ان عمله بولندا اصلا الزلوتي، والزلوتي بما يعادل الريال السعودي كده بالجنيه المصري. فهنا ما في الغرامات ما عندهمش ياما ارحميني. دلوقتي يا اخواتي هوريكم انا ازاي بركب الاتوبيس وازاي بدفع التذكره بتاعه الاتوبيس، والنظام هنا ماشي ازاي، وهركب الاتوبيس فين وهنزل فين، هوريكم كل حاجه. بصوا يا اخواتي، ده ابلكيشن اسمه ياكدو يادا، ده ابلكيشن المواصلات العامه هنا. تمام، الاتوبيس فاضل له 18 دقيقه. طبعا انا بعرف رقم الاتوبيس دلوقتي، ده رقم الاتوبيس اللي انا هركبه. ماشي، بيوصل بقى المحطات دي، المحطات انا طبعا بتابع المحطات اللي الاتوبيس هيقف فيها. فانا مثلا هركب من هنا، ده المكان اللي هركب منه دلوقتي. طبعا انا الكاميرا مش موضحه قوي، بس بحاول على بقدر الامكان اوضح لكم شكل الابلكيشن عامل ازاي. هنزل هنا مثلا، تمام. فدلوقتي هبدا اركب باص، وبعد الباص هركب ترام، والترام بيوصلني للمدينه. طبعا دي مشكله العيشه في الكوره هنا بصراحه، ان انت بتاخد كذا مواصله، والمواصله بتاخد حوالي من هنا للمدينه بالباص لحد ما تركب الترام لحد ما توصل المدينه بتبقى 45 دقيقه. طبعا بالعربيه هم تلت ساعه بالظبط. طبعا داخل الاتوبيس، طبعا دخلت الاتوبيس. ده الاتوبيس يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. الحمد لله الاتوبيس جه. طبعا انا بحب اقعد جنب الشباك. طريقه الدفع في المواصلات بقى، باخد اسكان للكود ده، بكتب الرقم مانولي، بيقول لي دخل رقم الباص اللي انا فيه، وبعمل كونتينيو. دلوقتي التيكت سعرها 9 زلوتي او 9 زلوتي، والتيكت بيقعد معايا 90 دقيقة. طبعا في ال90 دقيقة دول اقدر اركب اي مواصلات داخلية في البلد لمدة 90 دقيقة ب9 زلوتي بس، رخيصة برضو. بضغط اوكي، تمام. دلوقتي بيقول لي هنا شو تو انسبكتور، يعني لو دخل ضابط عليا او حد بيشيك على التيكتس، فبوري له ان انا اشتريت التيكت، بيعمل اسكان وبس. هنا براقب حركة الباص زي ما انتم شايفين كده، بقى متابع على الخريطة. فطبعا بفضل متابع لحد ما بوصل، وبيجيب لي ان انا هنا انت هوصل هنا. طبعا الكاميرا مش موضحة قوي للاسف، بس بحاول اوريكم على قد ما اقدر المواصلات بتبقى هنا عاملة ازاي. حضر بقى كوباية الشاي بتاعتك او كوباية القهوة بتاعتك، واتفرج معايا على جمال المدينة، ونشوف هنصادف ايه وهنشوف ايه. طبعا وصلنا، نزلنا من الاتوبيس، هنروح دلوقتي نركب الترام. على فكرة هنا الناس بتجري برضه على الترام عشان ساعات بيمشي بسرعة. كنت كل لما اجي هنا اشوف الناس بتجري اطلع اجري وخلاص. دلوقتي رايحين نركب الترام.
هنا قطر، فهنضطر ننزل من النفق ده. طبعا معروف الانفاق دي يا جدعان في اي حته في العالم، بتوع الحشاشين، بتوع الخمرجيه بقى، بتوع زي ما انتم شايفين كده زي فودكا، دايما بيختاروا الانفاق. الحشاشين، بياعين المخدرات. طبعا بصراحه المواصلات هنا كويسه، المواصلات العامه كويسه، هي مشكلتها بس انها على ما بتوصل بتاخد وقت، خصوصا في الشتاء. انت ما بتحتاجش اصلا تسوق عربيه، بيبقى كفايه ان انت تركب المواصلات العامه، نظيفه من جوه ومريحه ومفيش ازعاج، فاحسن من العربيه خصوصا في الشتاء يعني. وصلنا الترام، هنركب الترام وهوريكم شكله عامل ازاي من جوه، برضو اوريكم الناس عامله ازاي في الترام. طبعا انا دفعت مره، مش هدفع تاني، زي ما وريتكم ان انا معايا 90 دقيقه اركب المواصلات اللي انا عايزها، مواصلات داخليه، لان لما بروح مدينه تانية ده ابلكيشن تاني، لان اي مواصلات عامه هنا، اي مواصلات عموما هنا في اوروبا ليها ابلكيشن. طبعا انا هركب ترام رقم 12. وصلت محطة الترام يا اخواتي، ده الترام. طبعا ده رقم 13، انا هركب رقم 12. وصل ترام رقم 12. طبعا زي ما انتم شايفين اجواء شتوية. دخلنا الترام، زي ما انتم شايفين كده وصلنا الترام الحمد لله. في شوية لخبطة كده بتحصل لي وانا بتكلم قصاد الكاميرا، لاني لسه يعتبر بعود نفسي على الفلوجز قصاد الناس، واكيد بتحسن، فانا احب اعترف بده. لان الناس، انا الوحيد اللي تقريبا ماشي ماسك كاميرا دلوقتي، فكله عمال يبص لي واللي داري وشه وبتاع، فالموضوع موتر شويه برضه. شايفين شكل الترام زي ما انتم شايفين كده، مفيش حد، الناس طبعا قاعده في بيوتها، النهارده اصلا ويك اند، فالناس دلوقتي تلاقيها فرحانه اللي قاعده في بيوتها علشان مفيش شغل، لان النهارده تقريبا مش هتبطل تنزل تلج، فالناس قاعده في بيوتها يعني، وفي شباب بتنزل تتمشى وبتاع. فانا قلت ايه، بما انه اول شتاء ليا وانا فرحان جدا بصراحه ما بشوف السنو بفرح قوي يعني، لان انا دي اول مره ليا في حياتي اشوف الاجواء دي، فمبسوط قوي. و لسه في محطة الترام، طبعا بيستنى شوية لحد ما بيتحرك، بعرف طبعا عن طريق الابليكيشن عن اللي هو على الموبايل قدامه قد ايه لحد ما يتحرك، فخليكم معايا. Następny przystanek osiedle Rzeczypospolitej. Składy miasty. Szczegóły na stronie ZTN. Następny przystanek Żądo-Ratanie.
تبقى جنة. دلوقتي البحيرة اللي هنا اتجمدت، قربنا نوصل يا شباب. اخيرا يا شباب وصلنا الحمد لله. اخيرا وصلنا المدينة. طبعا انا بقول المدينة علشان انا قاعد في قرية، فالفلاحة ورانا مش هتسيبنا في حالنا يعني. طبعا المدينة اللي انا عايش فيها يا شباب اسمها مدينة بوزنان. ما شاء الله في احتفالات، واول ما نزلت طبعا في احتفالات وحاجات حلوة قوي. تعالوا مع بعض نشوف عاملين ايه. زيكم والله اتفاجئت. اجواء جميلة يا شباب، اجواء ثلجية جميلة. الناس كلها زي ما انتم شايفين مبسوطين واقفين بيتفرجوا. انا معرفش ده، بس فايبز الشتاء حلوه برضه يا شباب. دايما عاملين فايبز جميله يعني. الصيف هنا ليه فايبز والشتاء ليه فايبز، بس في الشتاء الفايبز بتبقى مختلفه شويه عشان ما يخلوش الناس تفضل قاعده في البيت فيجي لها اكتئاب. فدايما بيعملوا اكتيفيتيز، بيعملوا بارتي، بيعملوا حفلات، بيجيبوا ناس تعمل مهرجانات. دايما بيبقى في حاجات في الشتاء عشان يشجعوا الناس تنزل من البيوت وتتفرج. لان بصراحه يا جماعه الاجواء فعلا شكلها حلو. طبعا دي جبنه، اجواء الثلجيه الجميله. دلوقتي الساعه 3 العصر تقريبا، وزي ما انتم شايفين كده الجو تحسه بدأ يضلم. فخلينا اوريكم انا فين. انا دلوقتي في الاولد سيتي، او بيقولوا عليها المدينه القديمه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اجواء كلها، الفايبز كلها جميله. لسه في ثلج بينزل، في احتفالات، اكل زي ما انتم شايفين في كل حته. طبعا ما تضمنش يعني، ما تعرفش اكل لحوم هنا للاسف، لان معظم الاكل هنا كله خنازير. فلازم تاخد بالك كويس قوي وانت بتاكل. طبعا في حاجات هنا ممكن تاكلها يعني، بس لازم تبقى واثق هتاكل ايه وهتاكل منين، ولازم تسال. هنا بيحترموا عادي يعني، انت ممكن تساله عادي ده لحم ايه فهو يقول لك تمام. دي كلها فايبز، حظاظات زي ما انتم شايفين. الحاجات بتاعت الكريسماس شكلها تحفه بصراحه. ماشي، كلها واقفه بتاكل، واقفه بتستمتع، والدنيا بتشتي تلج عادي، مفيش اي مشكله خالص. طبعا الناس هنا متعوده على الكلام ده، وجو ممتع بصراحه يعني. هو رغم ان في تلج بينزل بس الناس مستمتعه عادي. مشروب الشتاء عندنا يا جماعه في مصر حلبسه. هنا بقى الاوروبيين عندهم المشروب الرسمي بتاعهم في الشتاء واين سخن زي ما انتم شايفين كده. تيجي بقى بالليل بتلاقي الناس هنا واقفه بالطوابير. المكان شكله تحفه، بس للاسف بيبيعوا واين سخن. ان شاء الله نيجي هنا ونبيع حلبسه بدل الواين السخن.
التلج عمال يزيد يا شباب. برضو ده مكان مشهور قوي بيبيع الهوت واين او الواين السخن، المشروب الرسمي للاوروبيين. طبعا مع مرور الساعات الناس هنا بتزيد. مشروبهم المفضل، وهتلاقي كله ماسك الكاس بتاع الواين. طبعا الواين بيتباع في استغفر الله، الواين بيتباع في الكوبايه بتاعته يا جماعه. يعني هو انت بتشتريه في كوبايه ازاز وبيجي مع الكوبايه الازاز بتاعته وبتاخدها. الاجواء دي عايزه حاجه سخنه تشرب يا شباب، فنشوف حاجه نشربها، حاجه حلال. درجه الحراره 0 يا شباب. نشرب حاجه سخنه بقى. الحمد لله لقينا مكان. نضرب ايه؟ Dzień dobry. Jedna hot chocolate. Small or big one? Small. Okay. By cash or card? Card. انا في البولندي ما اقولكوش، بس انا باين عليا ان انا اجنبي ف Dziękuję bardzo. باين عليا ان انا اجنبي فكلمتني بالانجلش. Dziękuję. زانيا نضرب واحد هوت شوكليت. جو درجة الحرارة 0. يا لهوي. وماشي على الأرض. طبعا أنا اكتشفت إن في شوزات معينة للمشي في الجو ده، بعيدا عن إنه يبقى شوز تقيل وبتاع، بس يبقى شوز مخصص للتلج، شوز يخليك ما تزحلقش. أنا لابس الشوز ده والارض زي ما انتم شايفين اكني ماشي على لوح تلج. فالناس بتبقى لابسه شوز تخليك تعرف تبقى الشوز بيبقى كبير شويه، بيبقى شوز بيخليك تبقى ماشي في الجو ده ما تتزحلقش بسهوله، بيخليك متملك من نفسك شويه وانت ماشي. تعالوا اشربوا معايا هوت شوكليت. الهوت شوكليت هنا يا جماعه في ميزه حلوه قوي. الشوكولاته بتبقى شوكولاته دارك، وزي ما بيقولوا هنا بتبقى شوكولاته اصليه، شوكولاته فرنسيه اصليه زي ما بيقولوا يعني. بس عموما لا، جميل جميل في الجو ده. نشرب الهوت شوكليت ونوريكم بقيه الاجواء. انت كمان هات اي حاجه سخنه واتفرج معايا. يلا بينا. طبعا عيب الشتاء هنا يا جماعه ان خلال ساعه بالظبط، خلال ساعة ولا حاجة ممكن الدنيا تضلم. فده عيب الشتاء، النهار قصير جدا ومفيش شمس اصلا، شوية وهتلاقيها ضلمت. فيا رب الحق اوريكم اي حاجة ولسه في نهار يعني. مدينة بوزنا يا شباب مشهورة بالماعز دي. دول اتنين ماعز بيتكلموا مع بعض بطريقة فاني وبيضحكوا الناس. هو تسجيل بيقعد يتكرر بس بيخلي الناس تتجمع كده ويضحكوا. كام نكتة كده متسجلة بيقعدوا يعيدوا فيها وبس. تعالوا معايا بقى ايه نشوف بقية المدينة او اشهر حاجة في مدينة بوزنان. المكان اللي انا رايحه دلوقتي يا شباب اسمه الاولد تاون او المدينة القديمة. المكان اللي هوريه لكم ده في اي مدينة هتروحها لازم هتشوف نفس شكل الرسومات اللي انا هوريها لك دلوقتي. المكان ده يا شباب براند اسمه روزنسال، براند ألماني فاخر بيتبيع حاجات فخارية وسيراميك زي ما انتم شايفين كده، حاجات يعني بفلوس كتير. دي مش للشراء اليومي، دي حاجات كده بتتحط في البيوت بتوع الأثرياء يعني،
تحف. انا مش عارف ادخل المكان منين، بس كل مره بعدي لازم اتفرج على الحاجات دي عشان شكلها حلو. في اسعار بتوصل ل 8000 و 9000 زروتي ممكن في طبق. فاكرين عادل امام لما كان بيقول ليه الطبق ده مش عارف ب 5000 زرار؟ قال له عشان نابليون بونابرت كان ماضي عليه. فبدأ يكسر في الاطباق زي ما كان بيقول يلا نكسر كام مليون. الشوارع قديمة وكلها تاريخ والوان جميلة. كل شارع من دول ليه قصة. بولندا لها قصة كبيرة قوي يا جماعة. طول ما انت ماشي في اي مكان، كل شارع في بولندا هنا يا شباب بيتكلم عن الحروب النازية اللي حصلت في بولندا. لازم طول ما انت ماشي تشوف اي حاجة بتتكلم عن التاريخ. دي اكتر حاجة بولندا بتتكلم عنها. اللي هتلر عمله في محرقة اليهود هنا في بولندا، المحرقة كانت هنا في بولندا. ان شاء الله هظبط يوم اخدكم فيه للمحرقة بتاعت اليهود اللي حصلت في بولندا. مدينة بوزنان يا شباب مشهورة بحاجة اسمها روجانيل شيفينت مارتشن، ودي عبارة زي ما انتم شايفين كده. ده اشهر مكان بيبيع البتاع اللي انا قلت لكم على اسمها دي. وده عبارة عن حاجة شبه الكرواسون زي ما انتم شايفين كده يا شباب. حتى ده باسم الشارع اللي احنا فيه دلوقتي. الشارع ده اسمه روجالين شيفيرن. يا نهار اسود، روجالين شيفينت مارتشن. الحمد لله. يعني ما اعرفش انا قلت صح ولا لا، بس يكفيني شرف المحاولة. هنا دلوقتي يا شباب احنا هنا في الاولد تاون او المدينة القديمة. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، اي مدينة في بولندا هتروحها لازم تشوف شكل المدينة ده. لازم تشوف نفس البيوت، نفس الرسومات، نفس الشبابيك، تقريبا نفس المحلات اللي موجودة، نفس المتاحف. مش نفس المتاحف بس، تقريبا نفس البيوت، نفس كل حاجة. حتى في دخلات للشوارع هنا يا شباب زي ما انتم شايفين هتلاقيها بالظبط موجودة في كل مدينة في بولندا. وفي كل مدينة في بولندا لازم تشوف الاولد تاون. تقريبا كلها شبه بعضها، لان انا رحت كذا مدينة هنا في بولندا. لازم اروح ازور الاولد تاون في كل مدينة بروحها. وبتختلف في شوية تفاصيل، اللي هو ممكن تكون المدينة أكبر شوية، شكلها أكبر شوية، حاجات شوية مختلفة، أوسع. بس لكن في كل مدينة هتروحها في بولندا لازم هتشوف نفس الرسومات بتاعة المدينة. انا عايز اقول لكم ان الجو برد جامد يا شباب، برد جامد. و الجلافز اللي انا لابسه او الجوانتي اللي انا لابسه خفيف، فلا الموضوع صعب. الشتاء فعلا هنا زي ما سمعت قبل ما اجي ان الشتاء هنا ما بيهزرش. زي ما انتم شايفين كده يا شباب الجو تلج ولسه الناس بره. المكان ده برضو بيبيع هوت واين. دي المدينة القديمة. تعالوا اوريكم حاجة شكلها حلو قوي بيعملوها في فصل الشتاء. فايبز جميلة وروعة بيعملوها في الشتاء دايما عشان يخلوا الناس تنزل من بيوتها ما يجيلهاش اكتئاب في البيوت. فتعالوا اوريكم، تعالوا معايا بينا نشوف يا شباب. الله، ده مكان بيتبني في الشتاء، موسم الشتاء، يخلوا الشباب زي ما انتم شايفين كده. انا عن نفسي جربت الموضوع، محتاج تدريب مش سهل. زي ما انتم شايفين كده الوان، ضاربين كشافات في الارض بتدي الوان حلوه. البطريق اللي هم ماسكينه في الايد ده عشان لو انت لسه مبتدئ فتقدر تستخدم البطريق ده عشان تبتدي تتعلم. وزي ما انتم شايفين كده يا شباب فايبز ما شاء الله حلوه. كله مستمتع. الاجواء ثلجيه، ساقعه، ثلج،
ومع ذلك الناس بره في الشوارع زي ما انتم شايفين. ده يا شباب من اشهر المتاحف في مدينه بوزنان. ده في قلب المدينه. تخيلوا يا شباب المتحف ده من القرن ال16. لازم لما تيجي مدينه بوزنان وتيجي المدينه القديمه، فكل مدينه فيها متحف معروف مشهور، وده متحف من المتاحف زي ما انتم شايفين من القرن ال16، وجوه مليان لوح من القرن ال16، لوح فنيه، لوح قديمه. واشهر حاجه بتحصل هنا بقى يا شباب ان مكان الساعه دي في معايزتين بيطلعوا كل يوم الساعة 12 الظهر تقريبا. الناس كلها تتفرج على معايزتين بيخرجوا مكان الساعة دي. البوكس اللي فوق ده بيتفتح يطلع معايزتين يقوموا خابطين بقرونهم في بعض كده لمدة دقايق، وبعد كده بيدخلوا تاني. تقف تلاقي الناس كلها واقفة هنا بالطابور في المكان ده يقفوا يتفرجوا. درجة الحرارة 0 يا شباب، الجو لسه التلج لسه في تساقط مستمر، فلا الواحد بعد كده محتاج يتقل اكتر من كده. انا مش سقعان في جسمانيا، بس ايدي ما بقتش حاسس بيها. الجوانتي اللي انا لابسه ده خفيف جدا، لا انا محتاج اتقل اكتر من كده شويه، او البس جلافز. جوانتي جلافز ولا جوانتي يا جدعان، ولا هو ليه اسم تاني؟ يلا المهم يعني ان انا محتاج اغير ده عشان ده رقيق وخفيف جدا، فلا محتاج اتقل شويه عن كده. عايز اقول لكم يا شباب ان مدينه بوزنان مشهوره بالبطاطس وبالطلبه. هنا من افضل جامعات بولندا موجوده في بوزنان، طلبه كتير قوي بيدرسوا هنا. هي مدينه اندر ريتد، يعني مش مشهوره قوي، ولكن هي مدينه جميله. الناس بدات تعرفها، الناس بدات تزورها، وهي في الميدل، يعني ولا هي غاليه قوي ولا هي رخيصه قوي، ولكن هي ارخص مثلا من العاصمه اللي هي وورسو. وبولندا معروفه باجمل مدينتين اللي هم كراكوف، مدينه جميله جدا، ان شاء الله اعمل لكم فلوج فيها. مدينه ساحره، هي تعتبر بولندا مشهوره بيها، وهي من اجمل مدن بولندا، بس طبعا غاليه جدا. فيها كراكوف، فيها مدينه اسمها زاكوبانا، منطقه او مدينه جوه كراكوف اسمها زاكوبانا. هعمل لكم فلوج فيها قريب ان شاء الله، يعني ربنا يكرم. ودي من اجمل مدن بولندا حرفيا، اللي اي حد لما بيزور بولندا لازم بيجي يزور مدينه زاكوبانا. وطبعا بوزنان مدينه زي ما قلت لكم هي اندر ريتد، بس الناس بدات تزورها وبقى فيها طلبه كتير، وبقى فيها ناس كتير بقت تيجي. واكتر ناس بشوفهم هنا في مدينه بوزنان عاملين مشاريع السعوديين. كده كده السعوديين منتشرين في بولندا بالذات، علشان الزلوتي زي ما قلت لكم بيساوي الريال السعودي، فهم مش فارقه، يعني هم اللي بيصرفوه في السعوديه بيقدروا يجوا يصرفوه هنا ما شاء الله. فتلاقيهم هنا شغالين في تجاره السيارات او تاجير السيارات. لا شغالين هنا كويس ما شاء الله السعوديين. ان شاء الله يا شباب الفيديو يعجبكم، ويا ريت لو شايفني يعني تحط لايك وتحط تعليقات كده، ومش هتخسر حاجه. اللايك بالنسبه لك سهل، بس بالنسبه لي هيفرق جدا. فلاني برضو يعني تعبت، حاولت اوريك على قد ما اقدر اكتر تفاصيل موجوده في المدينه اللي انا عايش فيها. اللايك بالنسبه لك يا دوبك هي ضغطه زر، مش هتفرق معاك في حاجه، لكن صدقني هي هتفرق معاك جدا، وهتدعمني وهتخليني اقدر اوريك اكتر، ويبقى تحفيز ليا. وان شاء الله الفيديو يعجبكم. اظن انا هنهي الفيديو على كده يا شباب، لان بوزنان مدينه كبيره جدا، وان شاء الله في فلوجات جايه كتير، وهوريكم اكتر في المدينه، وهوريكم اكتر عن الشعب، وهوريكم اكتر عن الناس، وهكلمكم اكتر عن تفاصيل المعيشه في البلد، وهوريكم اكتر ايه الاكلات المفضله. كل حاجه عايزين تعرفوها اكتبوا لي تحت في الكومنتس. وبرضه يا شباب رايكم يهمني،
لو عجبتكم الفلوجز او لو عجبكم الفيديو اكتبوا لي تحت في الكومنتس نكمل في الفلوجز دي. فاتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد. سلام.